النهارده يا جماعه انا صورت نفس الصور بس بموبايلين مختلفين، واحد منهم تقريبا يعتبر اقوى كاميرا في السوق، والتاني معروف بالكونسيستنسي بتاعته او المحافظه على الاداء. بس الغريب ان ممكن يبقى فيه صور كتير النتيجة بتاعتها غير اللي انت متوقعه تماما. انا مش هقولك انهي هو البيكسل 10 وانهي هو الايفون 17، احنا هنلعب مع بعض طول الفيديو، وفي الاخر كل واحد هيقول هو توقع صح ولا توقع غلط وتفاجئ. هنحط قدامكم دلوقتي صورة A وصورة B، كل واحدة بتدل على موبايل معين، وانت اختار مين فيهم الايفون ومين فيهم البيكسل. بس قبل ما نبدأ انصحك تتفرج على الفيديو ده بأعلى كواليتي ممكنة عشان تركز في كل التفاصيل بتاعت الصور. انا احمد عبد العزيز ودي لاندرويد، يلا بينا. الاختبار بتاعنا النهارده هو تصوير الاشخاص، ويعتبر في اضاءة كويسة. صورنا نفس المشهد بموبايلين مختلفين، اختبرنا فيهم الكاميرا العادية والاتنين اكس زوم وكمان الالترا وايد والسيلفي، وكمان جربنا وضع البورتريه وجربنا اعلى زوم ممكن يوصل له الموبايل. خلينا نجرب وانتوا قرروا وهنكتشف الحقيقة في الاخر. يا ترى مين اللي هيكسب فيهم ومين فيكم اللي هيتوقع صح؟ نبدأ بالكاميرا الأساسية. قدامنا دلوقتي الصورة A وكمان الصورة B. بص كويس كده، ركز في الألوان. بص كده على الصورة B، هتحس إن الكونتراست عالي أو تباين الألوان، وكمان الساتوريشن وتشبع الألوان أعلى من الصورة التانية. يعني مثلا بص على اللون الأسود كده في الصورة، هتحس إن هو أسود عن الصورة التانية، وكمان في الصورة B هتحس إن ألوان البشرة مصفرة كده كمان. والمميز بقى في الصورة ايه، لو عملنا زوم كده هتلاقي الشاربنس عالية شوية. يمكن لبعض الناس يحسوا ان الشاربنس دي زيادة عن اللزوم. قول لي انت شايف مين فيهم يعتبر طبيعي اكتر عن التاني. لو اخترت خلاص خلينا نكمل ونشوف الباقي. بس يا ترى عرفت مين فيهم البيكسل ومين فيهم الايفون؟ خلونا نكمل عشان تتأكدوا من الصور اللي جاية انتوا اخترتوا صح ولا هترجعوا في كلامكم. دلوقتي هنعمل شوية زوم صغيرين، هنجرب الكاميرا الاتنين اكس ونشوف مين فيهم هيحافظ على التفاصيل احسن. دلوقتي زي ما احنا شايفين دي الصور اللي بالاتنين اكس زوم. هنا بقى التفاصيل بتفرق اكتر، يعني ركز على الشاربنس، هل في بروسيسنج زياده، مين فيهم انت شايفه انضف من التاني، يعني حاسس ان الصوره نظيفه كده. لسه مصر على اختيارك انهي واحد فيهم الايفون وانهي هو البيكسل؟ خلونا نكمل يلا. عامه يعني ممكن اللي جاي ده يخليك تغير رايك شويه. دلوقتي بقى هنجرب الكاميرا السيلفي، ودي اللي بتبقى دايما حساسه عند ناس كتير قوي، يعني ممكن يقرر ان هو يشتري موبايل او لا بناء على ان الكاميرا السيلفي حلوه ولا لا. خلينا نشوف الصوره A وكمان الصوره B، يا ترى شايفين الفرق ما بينهم ولا لا؟ بص كده على لون البشرة والتفاصيل. بصوا كده طيب لما وسعنا العدسة، شوفوا كده الفرق ما بين معالجة الإضاءة في الخلفية. قول لي لسه متمسك باختيارك ولا غيرت رأيك؟ نخش على اللي بعده بقى، وضع البورتريه. في الاختبار ده بقى ناس كتير هتعرف انهي البيكسل وانهي الايفون، بس لو ركزت في التفاصيل شويه. البورتريه دي تقريبا اكتر حاجه الناس بتستخدمها في تصوير الاشخاص. يعني تعالوا نبص مع بعض، ركز كده في العزل، ركز في التفاصيل بتاعه الحواف بتاعه الشعر، الدبس بتاع الصوره او العمق، او ركز كده على البلور اللي ورا، هل حاسه طبيعي ولا فيك؟ مين فيهم يا ترى ممكن اكتر من التاني؟ انا الصراحه حاسس ان الاتنين جامدين قوي في العزل، يمكن يعتبر في فرق بسيط جدا. بس اللي ملاحظه برضو ان لون البشره في الصوره B محمر جدا، يعني تحس الالوان ضربت منه شويه لما شغلنا وضع البورتريه، على عكس ايه بقى اللي محافظ تقريبا على لون البشره في اي وضع احنا بنستخدمه لحد دلوقتي. بس في البورتريه في نقطه محدش بياخد باله منها قوي، مش دايما احسن صوره هي اللي بتبقى ادق في العزل. في موبايل ممكن يطلع الصوره تكنيكلي صح قوي، بس التاني ممكن يطلع صوره اوفرول احلى بكتير، لانه محافظ على كل الجوانب التانيه بجانب العزل. وده يخليك تسال نفسك انت بتدور على ايه بالظبط. هل بتدور على عزل ما يفوتش شعرايه، ولا صورة حلوة تنزلها على الانستجرام على طول؟ هنا بقى بيبان الاختلاف الحقيقي ما بين الاتجاهين. ما تبقاش طماع بقى وتقول انك عايز الاتنين مع بعض. الاختبار الجاي بقى بنختبر اعلى زوم ممكن يوصل له الموبايل، ومعانا موبايل وصل ل 10 اكس زوم، اما الموبايل التاني وصل ل 20 اكس زوم. بس عامة الرقم مش كل حاجة، خلونا نبص مع بعض. ركز كده في التفاصيل، ركز في النويز، هل في نويز كتير؟ هل الصورة يوزبل أصلا ونقدر نستخدمها فعلا؟ يا ترى شايف مين فيهم أحلى؟ أنا الصراحة شايف إن بي الصورة مزغللة قوي والتفاصيل راحت خالص، وإن حتى لو الصورة بقت سوفت شوية وتفاصيل الوش مش باينة قوي، بس لسه محافظ على شوية شاربنس حتى لو عاملها بالبروسيسنج. بص بقى لما عملنا 20 اكس زوم، يعتبر تقريبا ان احنا عملنا كروب في الصوره مش اكتر. كده فاضل اخر مقارنه معانا، وهي المقارنه في الوايد لينس او الزاويه الواسعه. تعالوا نشوف كده. بص كده على الفرق ما بين A و B، هل ملاحظ اي فرق اصلا؟ هو يعتبر نفس التعليقات اللي قلناها على الكاميرات اللي فاتت كلها، واللي ليها علاقه بالالوان شويه، تشبع الالوان والكونتراست. واحد فيهم تفاصيله اكتر، وواحد فيهم الكونتراست والالوان
ممكن تبقى متشبعة زيادة عن اللزوم شوية. يعتبر كده خلصنا. قول لي يا ترى هل غيرت رأيك في النص ولا فضلت على نفس الاختيار من الأول للآخر؟ خلونا دلوقتي بقى نقول يا ترى مين هو A ومين هو B. مش عايزك تتفاجئ، بس A هو البيكسل 10 وB هو الايفون 17. يا ترى خمنتوا صح ولا غلط؟ قولوا لنا في الكومنتات وخلينا نتناقش يعني. خلونا نرجع خطوة لورا. الموضوع كله مش إن في واحد أحسن من التاني وخلاص، أو واحد كسب التاني وخلاص. السؤال هو مين فيهم معمول لمين، أو بمعنى أصح أنا بحس إن إحنا لما بنوصل للفئة السعرية دي الموضوع بيبقى أكتر أذواق، أو أنهي واحد فيهم مناسب ليك أنت أكتر. يعني مثلا لو أنت بتحب الموبايل يبقى فيه شاربنس عالية، حتى لو في ناس بتحسها إن هي فيك شوية، أو حتى مثلا بتحب ألوان البشرة تبقى حقيقية أكتر اللي هي مايلة للبينك شوية، فاختيارك هيبقى واضح. أما مثلا لو بتحب الألوان الدافية أكتر والكونتراست العالي ومش فارقة معاك الشاربنس العالية قوي بتاعة الموبايل التاني، فبرضه اختيارك هيبقى واضح. ومفيش اختيار غلط، فالموضوع ما فيهوش فايز واحد أكتر ما هي موضوع أذواق. بس خلونا نشوف في الكومنتات هل هنتفق كلنا مع بعض ولا هنختلف فعلا. لو وصلت فعلا لحد هنا في الفيديو فأنا مستني رأيك في الكومنتات، خلينا نتكلم مع بعض وقول لي هل غيرت رأيك في النص ولا فضلت على رأيك من الأول للآخر. وحتى لو اخترت صح، شايف أنهي الأحسن في الكواليتي؟ ولو عايز نعمل مقارنة بشكل أعمق أو فيديو بنفس الفكرة بس موبايلات تانية، قولوا لي في الكومنتات وان شاء الله نعملها. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تشوفوا حاجات زي دي كتير، وفعل زر الجرس بقى يا اخي. انا معكم احمد عبد العزيز، اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.